تعالوا بقى يا حبايبي اما نعمل مع بعض احلى الاكله المفضله لكل الناس كبار وصغيرين. يعني بص اكله كده من الاخر، احلى غدا ممكن تعمليه وكمان تغيير. يعني كله كده بيحبه، حاجه لذيذه وجميله اوي اوي. الفراخ الاستريبس التحفه دي المقرمشه، اللون الجميل، الكرمشه اللي عليها التحفه دي احلى من اي فراخ تجيبيها ولا من اي مطعم. شايفه لون الفراخ تحفه ازاي، ما شاء الله عليها. والكرمشه اللي عليها دي حلوه جدا جدا ومقرمشه بقى وحاجه كده تحفه. وكشري مصري بقى كده بكل تفاصيله، دقه بقى وشطه وصلصه وكل حاجه فيه كده. يعني بجد شايفه يعني تحفه كده تحفه. دي اول حاجه كده معانا كميه الفراخ اللي معاكي. دي نص فرخه. يعني الصدرين بتوع الفرخه. بتشيل بقى الحته اللي هي في الاول دي لوحدها، بتبقى كده يعني فكه كده، فبتشيليها وبعد كده بقى بتقطعي زي ما انت شايفه كده. يعني زي ما انت شايفه كده التقطيعه طويله كده، ولا هي رقيقه ولا هي سميكه قوي، علشان بس تبقى ظابطه معاكي وتبقى كويسه يعني. ما تنشفش معاكي في الزيت، وكمان تبقى مستويه يعني، ولا هي رقيقه تنشف معاكي ولا هي تخينه قوي ما تبقاش مستويه. فالتقطيعه اللي انت شايفاها دي كده حلوه جدا جدا. شايفه ما شاء الله يعني. نص فرخه. عمل كمية كبيرة جدا وهيغدي عيلة كاملة. وشايفة ما شاء الله التقطيعة حلوة اوي اوي اهي. يعني بجد حلو جدا جدا الاستريبس، كل الناس بتحبه وتغيير وطعمه حلو اوي اوي. تعالوا بقى نعمله تتبيلة حلوة جدا جدا ومميزة. دي مية بصل وعليها معلقة بابريكا كده، ببقى شايلها في الفريزر، وهحط عليها معلقة كبيرة بهارات فراخ. واللي انا بحطه دي الملح بالبهارات اللي انا كنت عاملاه معاكم. بيبقى عليه ملح وكمون وكزبره وسبع بهارات وبصل وتوم باودر وكل البهارات، والنوع التاني ملح وفلفل، فبيسعف معاكي قوي قوي في التتبيله او في كل الاكلات. وحطيت معلقه مايونيز ومعلقه مستردة. وحطيت معلقه بابريكا وعلبة زبادي. وباخد بقى قطع الفراخ كده بنزلها في التتبيله التحفه دي. وبركنها بقى يعني ساعه ساعتين. لو حابه تعمليها من بالليل اعمليها، لما تكملي بقى بقيت الوصفه بيكون التتبيله بقت حلوه جدا جدا. اول حاجه كده هنغسل العدس. يعني ده نص كيلو او اقل من نص كيلو عادي، على حسب بقى كميه الافراد بتاعتك وعلى حسب انت حابه يعني يقضي معاك قد ايه. فبتغسلي كمية العدس كده وتنضفيها حلو مرتين تلاتة كده، وبعدين بتحط عليه مية وتحطي بقى على البوتاجاز يستوي بقى مع. يعني ما بتخلوش مستوي قوي برضو، فيعني بيستوي حلو كده وبتشيليه بقى تصفيه. وبرضو هتحطي مية المكرونة، هتحطي فيها معلقتين ملح ومعلقة زيت، واول ما بتغلي بقى بتنزلي كده بالمكرونة بتاعتك. بيكون كيس سباكيت طويل وكيس مكرونة صغيرة بتاعت الكشري. تعالوا بقى كده عما المكرونة المية تغلي والعدس كمان بيكون بيغلي على النار، نقطع بقى الطماطم ونعمل الطماطم بتاعة الكشري. كده المية غليت، فبنسلق بقى المكرونة زي ما قلت لكم كيسين، او على حسب برضو الكمية اللي انت محتاجاها. اول ما المية بتغلي بتنزلي كده بالمكرونة وبتقلبي. وعلى طول كده ايدك فيها بالتقليب. والعدس كمان غلي اهوت وقرب يستوى. فعما المكرونة بتستوي بيكون العدس استوى هو كمان في نفس الوقت. فهو خلاص استوت والمكرونة استوت، بتفتحي المية بقى وفي مصفى كده بتصفي المكرونة. تفتحي المية كده على طول وعشان تبقى مفلفلة معاكا كده وحلوة. وبرضو بتصفي العدس، برضو تفتحي المية وتشطفيه كده على طول، وتحطيه بقى كده وتغطي عليه وتسيبيه كده علشان يفضل سخن كده لوقت الاكل. شايفة كده اهو مفلفلة وزي الفل اهيت ما شاء الله. والعدس كمان مفلفل وجميل اهون. ما تنسوش يا حبايبي تشتركوا في القناة وتعملوا لايك لو الفيديو عجبكم. تعالوا بقى نعمل احلى صلصة للكشري. دي معلقة توم كده معلقتين زيت، وتنزلي كده تصفري التوم كده. وتكوني بقى طبعا كنت محضرة الطماطم، بتنزلي كده على طول على التوم. وبرضو بحط ملح وفلفل والبهارات اللي انا عاملاها معاكم برضو قبل كده على القناة. فيديو شورت صغير بس بجد حلوة جدا جدا، بتسعف معاكي في الوقت وبتسعف معاكي. يعني بتحط منها على كل جميع الاكلات وحلوة جدا. دي بقى البصل بقطعه شرايح رقيقة كده.
اهون. وبعد كده بحط عليه معلقتين 3 كده خل ومعلقتين نشا، وبقلبه كده علشان لما تحمريه بيطلع مقرمش زي ما انتوا شفتيه في الاول بقى كده، وتحفة خالص. بتقلبيه كده وبتركنيه برضو 5 دقايق كده عما تخلصي. تعال بقى نعمل الغلاف الخارجي للستريبس. دي كوبايتين دقيق، عليهم 4 معالق كده نشا، وعليهم برضو ملح وكمون اللي انا كنت عاملاه برضو كده جاهز على بعضه، ومعلقه بابريكا ومعلقه كركم، وبقلبهم كده مع بعض. وبشيل بقى الستريبس كده بقلبه في الدقيق كده وبنفضه كده عشان نعمل الطلاعه الحلوه اللي انتوا شايفينها دي. والطبق ده فيه ميه، بنزله كده في الميه وبشيله وارجعه تاني في الدقيق وبنفضه على طول زي ما انت شايفه كده. اهم حاجه تنفضيه بايدك جامد كده عشان يعمل التضليعه بقى اللي انت بتشوفها في الستريبس الحلوه دي والقرمشه الجميله دي. اهو شايفه ما شاء الله شكله تحفه ازاي. كل الكرمشه اللي فيه دي ان انت بتنفضيه جامد كده من الدقيق، فبيطلع معاكي بقى مكرمش كده وتحفه كده. والزيت بقى يكون سخن كده والنار وسط، وتحط بقى فيه اللي تعمليه على طول في الدقيق، تحطها على طول في الزيت علشان يبقى ما يكونش الدقيق يعني فك من عليه او حاجه. وكمان الزيت بقى بتاع البصل سخن، بنزل برضو بالبصل كده واقلبه على طول عشان يفك كده برضو. وشايفه الستريبس كده اول ما بياخد لون ذهبي بتقلبيه على طول علشان برضو ما ياخدش لون غامق معاكي. قلبيه كده على طول من هنا لهنا كده. اول بقى ما بياخد اللون الذهبي الجميل اللي انت شايفاه ده خلاص بقى بتطلعيه. شايفه بقى مقرمش وريحته كده قلب الدنيا وطعمه تحفه تحفه كده بجد يا حبايبي. جربوه بالطريقه دي ان شاء الله تعتمدوها، والتتبيله تحفه قوي قوي. شايفه مقرمش ازاي والقشره ثابته عليه وحلو جدا جدا بجد. احلى اكله. شايفه الكرمشه اللي عليه حلوه قوي ازاي. احلى اكله واحلى ستريبس مع الكشري المصري، حاجه كده تحفه بجد. شايفه يعني مقرمش جدا جدا. وشايفه الفراخ بقى مستويه فيه جدا ودايبه دوب كده وطعمها تحفه كده. البصل كده اتحمر واخد لون ذهبي وجميل ازاي. طلعيه بقى على مناديل مطبخ كده وتديه برضو بايدك كده عشان يبقى مقرمش زياده. شايفه خدها ما شاء الله لا قوه الا بالله بجد، حاجه حلوه جدا جدا. متنسوش يا حبايبي تشتركوا في القناه وتعملوا لايك للفيديو، بجد فيديو جميل جدا يستاهل ان انتوا تدعموه وتعملوا له لايك. شايفه حلوه قوي قوي ازاي ومقرمش وتحفه كده من اول واحده لاخر واحده. مقرمشه جدا والقشره ثابته عليها، وكمان البصل مقرمش خالص ازاي ولونه جميل. يعني كل حاجه تفاصيلها هي حتى يعني هتستفاد ان شاء الله من الفيديو، لان كل حاجه فيه متفصله خالص خالص وواضحه قوي قوي. فان شاء الله تجربوا الوصفه ديت على طريقتي وتعجبكم. وكده خلاص اهو أنا خلصت الستريبس. ممكن بقى تحط له بقى كاتشب مايونيز اللي عندك تحفه كده بيه. ممكن تعملي برضو سندوتشات. بوريهولكوا بس كده قد ايه هو مستوي ومقرمش وجميل ومع الصوصات الحلوه دي. تعالوا بقى نكمل نعمل الدقة بقى بتاعة الكشري. بناخد معلقتين زيت كده من زيت البصل، وبننزل برضو بنص معلقة كده توم مهروسة، واحط الفنجان ديت مية وفنجان تاني خل وعصرة كده ليمونة وبرضو ملح وكمون وفلفل كده، وبغليهم كده غلوة كده على النار. وخلاص كده دي احلى دقة ممكن تعملها للكشري. وتعالى نعمل الشطة برضو معلقتين كده زيت من نفس زيت البصل، ومعلقة شطة كده كبيرة بتحمصها كده في الزيت. تخلي بقى كده الكل يكح كده وتفتحي الباب كده لان بجد بيبقى صعب قوي. تحط عليها بقى كبشتين كده من الصلصة الجميلة بتاعة الكشري، تاخد غلوة كده وخلاص كده يبقى كده الدقة جاهزة والشطة جاهزة والصلصة والبصل، واحلى كشري بجد مصري واحلى اكلة واحلى ستريبس معاه. شايفين ما شاء الله لا قوه الا بالله. وحضري بقى يا حبيبتي احلى طبق كده وبالف هنا وشفا، وربنا يحسن ما بين ايديكم. ما تنسوناش بدعوه حلوه ولايك للفيديو واشتراك في القناه. وشكرا قوي يا حبايبي لوقتكم ولمشاهدتكم يا رب، واشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تنسوش تصلوا على النبي.